ظبط. وهيك وباقي الاشياء يعني صاروا يجوا هيك، يعني انه مثلا في فترة كان وجهي شوي انه اضعف من هيك، ضعفت فترة وانا كان كل قصدي انه مش اعمل خدود، يعني كنت حابب انه نصح وجهي. انه انا لما رحت عند الدكتور قلت له بدي نصح وجهي، بدي اعبي وجهي، ما قلت له بدي اعمل خدود. وعمل لي نصح لي وجهي، انه طلعوا بين خدود وبين انه نصحت، وهيك تغير وجهي، تقسيم وجهي كلها تغيرت. وقت عملت خدود ومنخاري صاروا يشبهوني بالفنانة نانسي عجرم يعني. وهيك رجعت كفيت كم شغله. رجعت عملت ساعة اشفاف شوي وكم شغله غير. عملت شفتك لتصير تشبه اكثر نانسي عجرم؟ ساعتها صارت مقصوده بهالوقت، يعني انه لما عملت خدودي ومنخاري ما كنت قاصد انا انه انا اشبهها، بس لما عملت تمي كنت قاصد انه اصير اشبهها اكثر. يعني اخذت عند الحكيم صور نانسي عجرم وقلت له لا ما اخذت صور، لا ما اخذت صور ولا شيء، بس اصلا كمان ما فيك تحكمي انه انا اقدر اشبهها، مش اي شخص بيقدر يروح يعمل عمليه ويشبهها. انا يمكن لانه تقاسيم وجهي موضوع قابل انه انا اشبهها، لا قدرت اشبهتها يمكن. انه هلا مثلا جيبي اي واحد وتعملي له عمليات بيطلع بيشبه نانسي عجرم، بيطلع بيشبه هيفا يعني. لا ما في، انا تقسيم وجهي موضوع قابل اني انا اشبهها لهالفنانه، مش اكثر ولا اقل. وعيونها؟ عيونها عملهم من 4 سنين انا قبل. ليش عملتهم؟ هيك شوي تظبيط، كانوا دبلانين شوي زياده. يمكن انه اعمل شوي غمايزات، انه هيك شوي بالخدود؟ ايه هون هيك. انا ما بخاف من العمليات ابدا، عندي العمليه كيف كاني عم باكل على الغداء، هيك العمليه عندي ما بخاف ابدا من العمليات. يعني ولما بدي اعمل عمليه كمان ما بفكر انه شو بدها تطلع، اذا ايه او لا او تزبط او لا، خلص بدي اعمل الشغله بدي اعملها، ما زبطت برجع بعيدها، هيدا راسي انا هيك بفكر. العالم كلها وين ما اروح يعني. انت بتنكري انه انا بشبهها يعني؟ لا انا عرفتك لانك بتشبهها، بس قل لي مين يعني اجمالا وكيف ككل وين ما اروح اسهر، وين ما اروح اسهر، وين ما اروح، وين ما اجي، وين ما اكون موجود يعني. شو كانوا يقولوا؟ يعني حتى مره رحت عند دكتور تجميل قال لي يا عمي شو بتشبه نانسي عجرم، فكرتك نانسي اول ما فت بالبيت. دكتور تجميل يعني، عرفت انه اي حدا بشوفني يعني بشبهني بنانسي، اي حدا. وشو شعورك بس يشبهوك بنانسي؟ انه بضحك. شو بدي اعمل؟ انه تعودت على الفكره، يعني صار لي سنه هيك على هالوضع. فكرت شي مره تشوفها لنانسي؟ بحب شوفها. انه اذا بتشوفها اليوم لنانسي شو بتقول لها؟ ماشي بحبها كثير. انا ما بحياتي قلت انا بشبه نانسي، العالم هلا بالوضع اللي انت فيه ولا بقول، ما بقول انا بشبه نانسي، العالم بتقول. انا ما فيني اشبه حالي لحدا. بتشبه ماريو الاصلي؟ مش ضروري، بس لا ما بشبه حالي قبل. بس ما انه انا ما بقول عن حالي انا بشبه نانسي، انه العالم كلها بتقول هالشيء، بس انا بقول انه معقول بشبه نانسي، انه بتطلع فيها ما بعرف، ما بقدر اقول هالشيء يعني. طيب وانت تقدر تقلدها، قد ايه بتراقبها؟ يعني قد ايه بتحضر؟ وحياتك من دون ما راقبها، يمكن لانه العالم بتشبهني فيها، يمكن لاني انا بحبها زياده، من دون ما راقبها بقدر اقلدها. من دون ما راقبها، من دون اي شيء، مجرد ما اطلع فيها حركات عيوني مثلها، كل شيء يعني شو ما بعمل مثلها. من دون ما انه انا اقصد اقلدها، انه انا بالنهار العادي يعني انا هيك حركاتي صارت. بس اكيد كل شيء بعمل شيء بعد، لا مش اكثر من هيك، بعد ما بتخيل بقدر اعمل اكثر من هيك. لا يعني بصير تو ماتش اكثر من هيك ما بحب. يعني اذا كل العالم عم تحكي فيي لاني انا بشبه نانسي، واذا انا حابب اعمل كليب مثل ما عم بقول لك لاني انا بشبه نانسي، وحددت اني انا اعمل بكليب انه مثلا شخصيات نانسي لانه عارف حالي بشبه نانسي، وهذا الشيء اللي ساعدني انه انا انشهر، عرفتي؟ في عالم ما بتحب، بس الاكثريه ايه يعني 90% اوكي، يمكن 10% لا او اقل من 10% كمان يمكن ما بكون ستيله انه هالقصص، عرفتي؟ بكون قاعد بيجوا بصيروا بدهم ياني اتصور معهم وهيك كثير. يعني مره على البرباره كان في حفله تنكريه، قمت انا ما حبيت الا اتنكر بلوك نانسي، قمت لبست فستان عرس ونزلت وقتها على الحفله وهيك. العالم كلها فكرت نانسي الجايه على الحفله، صاروا يقولوا وسعهم واجت نانسي وهيك، انه العالم كلها لحقتني بتليفوناتها عم بتصورنا على التليفون، يلي ما معه كاميرا يعني اللي معه كاميرا عم بصور بالكاميرا، واللي معه تليفون عم بصور بالتليفون، يعني ما حدا مفكر انه مش نانسي. هذا اللي يوم يقرب لي ورقه لامضي له، عرفت انه شو كان شعورك؟ هالشعور هيك بالشهره وبالمواكبه انه ايه ثابت انا كمان منزل معي بادي جارديه وهيك، عرفت؟ انه كان مشهد شوي بضحك بس حلو كان.